السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حلقه سريعه كده عن معشوقه الجماهير، عن الاكله اللي احنا ممكن ما نعديش شم نسيم الا بيها. مش هتكلم عن الفسيخ، هنتكلم عن بنت عمها. هنتكلم النهارده عن الرنجه. الرنجه فيها موضوع شائك جدا، لان في ناس بتعشقها عشق، وانا من ضمن عشاق الرنجه بصراحه، عشان ما اقدرش اكذب عليكم. بس احنا النهارده جايين نتكلم عن العادات الصحيه اللي احنا لازم نتبعها لما نيجي ناكل الرنجه. اولا يا جماعه، الرنجه بتطلع من سمك اسمه سمك الهارنج. وسمك الهارنج ده بيجي من هولندا، بيجي من البحار البارده، لان سمك زيتي، سمك بيعيش في الميه البارده، فلازم يكون فيه زيت عشان يحافظ على حراره جسمه. لو لاحظنا ان اي حاجه بتيجي من البحار الساقعه وبتعيش تحت عمق، بيكون جلدها بيلمع وبيكون زيت، لحمها فيه زيت كتير، زي سمك السلمون وزي سمك الهارنج. طبعا بما ان سمك الهارنج بيجي من هولندا، فطبعا بيكون غالي شويه. طبعا بالنسبه للناس اللي بتحب تشتري رنجه، فهي عارفه طبعا ان في منها سمك بيبقى رنجه، بيبقى غالي وبيبقى نوع ممتاز. ده بيبقى سمك الهارنج. طبعا انا هنزل لكم الصوره دلوقتي، طبعا هتشوفوها عشان تعرفوا الفرق بين سمك الهارنج وما بين ابن عمه التاني اللي هو سمك الماكريل. سمك الماكريل بيجي من جنوب شرق اسيا. طبعا بيبقى ارخص لان المعروض منه بيبقى متوفر كتير جدا. بيبقى اقل في الجوده، بس طبعا بيبقى نفس التيست وكل حاجه. بس طبعا الهارنج طبعا بيتفوق عنه تماما. طبعا في منه انواع، في منها الحدقه، في منها الدلعه. فنصيحه يا جماعه بقى، لما نيجي ناكل الرنجه ناكلها ازاي؟ في ناس بتروح عامله الرنجه، بتروح حطها على الشوايه على طول او على عين البوتاجاز، وبتقول ان ده كويس. طبعا دي طبعا مساله اذواق، بس الصح ان احنا ما نعملش كده، خصوصا الناس اللي عندها مشاكل في الضغط. لان تعرض سمكه الرنجه للدخان او للحرق او للحراره بيزود نسبه الملوحه وبيقلل الميه اللي فيها. طيب، مبدئيا كده نعرف سمك الرنجة بيتعمل ازاي. هو سمك مملح ومدخن، يعني بيخش في نوعين تسوية او نوعين من الاعداد. بيتملح وبعدين بيتعمل على التدخين، مكنة التدخين. طبعا مكنة التدخين دي هي بقى فيها الكلام كله. اولا الكربون او نواتج الكربون اللي هي بتطلع بعد حرق الخشب او حرق الفحم، دي بتتحد مع المواد الدهنيه اللي موجوده في كل الاكلات، زي الكفته، زي اي حاجه بتتشوي، زي الفراخ، زي السمك الرنجه لما بيتدخن او السلمون. ده مشكلته ان هو بيتحد مع الدهون، الكربون بيتحد مع الدهون وبيعمل حاجه اسمها نترات الكربون. نترات الكربون مشكلتها ان هي بتسبب السرطانات على المدى الطويل، مش على المدى القصير، على المدى الطويل. وكمان لما اكون انا باكل الكلام ده كل يوم في كل وجباتي. طبعا احنا ما بنقولش طبعا ان في ناس بتاكل الكلام ده كل وجباتها، يعني مفيش ناس بتاكل كفته كل يوم في الثلاث وجبات. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ عشان انت لو انت بتاكل مثلا 3 ايام في الاسبوع مثلا كفته، لا خليها مره. لو بتاكل 3 مرات رنجه، خليها مره. ليه؟ عشان اللي بيحصل بسبب التدخين. طب انا اقدر يعني اتلافى موضوع التدخين ده؟ ممكن نقدر، عن طريق ان احنا بنجيب سمك الرنجه وبنعمل له حمام ميه سخنه، او ان انا بصب عليها ميه مغليه. ده بيعمل غسيل او بيشيل الجلد اللي هو بيبقى عرضه للدخان اللي بيطلع، لان طبعا اول حاجه بيقابلها الدخان هو رايح على السمك الجلد، فبيتفاعل وبينتج لي اللي هو نترات الكربون ده او ثاني اكسيد الكربون ده، او الكربونات، اللي هي الماده دي. فانا نصيحه ان احنا لما بنحط الميه احنا بنعتبر اكننا بنغسلها وبنشيل طبقه الجلد دي خالص. انا مش عايز طبقه الجلد، انا عايز اللحم. نصيحه يا جماعه، الاعتدال كويس. بلاش نروح للحاجه عشان احنا بنحبها نروح لها بشكل شره. نقتصد شويه عشان صحتنا، مش عشان اي حاجه تانية. والله ما عشان الفلوس، بس عشان صحتنا اغلى من الفلوس. بلاش نعمل حاجه تضرنا. الاعتدال كويس. اتمنى يا جماعه ان يكون الحلقه عجبتكم، واتمنى ان انتم تدعموا المحتوى، واشوفكم دايما على خير، ومع السلامه.